وانفضت سامر وانتهى كأس العالم، وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بطلا للعالم، وأخيرا ابتسمت له هذه البطولة. ألف مبروك لعشاق المنتخب الأرجنتيني، ألف مبروك لعشاق ليونيل ميسي، هارد لك لمحبي المنتخب الفرنسي، هارد لك لعشاق مبابي. يعني بصراحة بطولة ستبقى عالقة بالأذهان، بطولة فيها كثير من الأحداث اللي حدثت. نبارك لأشقائنا في دولة قطر الشقيقة على نجاح التنظيم وعلى نجاح الاستضافة، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فأحداث كثيرة قد استضافتها قطر وقد نجحت في تنظيمها. ألف مبروك لهم، وألف مبروك للقيادة القطرية، وألف مبروك للشعب القطري الشقيق على هذا النجاح الكبير جدا. وإن شاء الله تتوالى الأحداث في أقطار وطننا العربي الكبير، وأن تكون على مستويات عالية جدا. هو أجمل نهائي على مر التاريخ، لا جدال ولا نقاش في ذلك. فهالمباراة شهدت وجود أسطورتين، أسطورة المستقبل الكبرى مبابي، وختام الأسطورة، ختام مشوار الأسطورة ليونيل ميسي. كثير، وأنا واحد منهم، كثيرون هم تعاطفوا مع ليونيل ميسي بأن يختم مشوار هذا النجم الذي نشر السعادة والإبداع لسنوات طويلة جدا في كرة القدم على مستوى العالم، أيام البرشا، أيام باريس سان جيرمان، أيام المنتخب الأرجنتيني. فكثير من العالم تعاطفوا مع ليونيل ميسي، نجوم عالميين أعلنوا يعني تعاطفهم الكبير وأنهم يتمنون الفوز للأسطورة الأرجنتينية. مباراة ب3 أهداف لكلا الفريقين. يعني عادة في المباريات النهائية ما نتكلم على الأمور فنيا، ولكن أعتقد أن ديشامب لقن سكالوني ضربات قاضية، ولكن صمد ميسي وشال هذا المنتخب على كتفه. ولما يسجل لاعب بقيمة مبابي هاتريك في نهاية كأس العالم، ويسجل ميسي ثنائية في هذا العمر، ونشاهد هذه المباراة، ولما أقول ديشامب لقن سكالوني ضربات قاضية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شوف تبديلاته من الدقيقة 40 بإخراج جيرو وإخراج ديمبلي قبل نهاية الشوط الأول، وتبديلات سكالوني الغريبة جدا. سحب دي ماريا اللي كان ممكن يعطي 10 دقائق، ممكن تحسم فيها المباراة بهدف ثالث، إشراك أكونيا، أخطاء أوتيميندي، لكن حارس عملاق. ويعني في النهاية اللقطة الأخيرة التي حبست أنفاس الأرجنتين كلها، واستطاع حارس المرمى أن يتصدى بشكل رائع وجميل. عموما بطولة وانتهت، وبطولة أصبحت من الماضي، ودونت اسم الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها فانيا للعشاق والمحبين. نعم، ميسي واجه منتخبات قوية، ميسي واجه خصوم أقوياء، ميسي واجه مدرب سكالوني وأخطاءه، وبعض من اللاعبين اللي لولا وجودهم في الأرجنتين يمكن ما تعرفهم، أمثال أكونيا وغيره من اللاعبين. لما أجرى تبديل في الدقائق الأخيرة سكالوني تحسن، باريدس والجماعة اللي شاركوا شوي نشطوا المنتخب الأرجنتيني، بينما كان ميسي وبقية اللاعبين يقاتلون من أجل البقاء في المباراة في اللحظات اللي تفوقت فيها فرنسا. عموما مباراة وانتهت، وسيذكر البطل وسينسى كل ذلك. ميسي بطل العالم. رسالة أخيرة أوجهها لصديقي ميسي. طبعا أنتم تعرفون أنه هو صديقي وفي بيننا تواصل المهم، ميسي والله السعوديين بيدخلون لك حتى في منامك، حتى في أحلامك، بيقولوا لك ميسي وينه؟ كسرنا عينه. خلك عادي وكول، ترى شعب يحب الطقطقة، والله ما يخليك في حالك، في سنابك، في انستغرامك، في كل حياتك، في بيتك وانت في الارجنتين بيطلعوا لك هناك وبيقول لك ميسي وينه؟ كسرنا عينه. الاغنيه هذه خلها مصدر الالهام لك اللي جابت لك لكاس العالم، وقول بيض الله وجوهكم يا اهل السعوديه، لولا الهزيمه الارجنتين ما جابت هذه البطوله. أرجو أن أكون قد وفقت في تغطية كأس العالم على مدار أكثر من شهر، حاولت أن أقدم لكم تغطية متميزة لهذا الحدث العالمي الكبير. شكرا لكم، وشكرا لمن دعمني، وشكرا لمن عجبه العمل، وإن شاء الله القادم أفضل. سلام ختام.